يا ترى ايه علاقة الجاذبية الأرضية بالترهل والتجاعيد اللي بتظهر عندنا مع تقدم السن؟ في سنة 1666 عمنا نيوتن كان قاعد تحت شجرة تفاح، وهو قاعد كده نزلت عليه تفاح، مسك التفاحة والتصرف الطبيعي انه ياكلها. عمنا نيوتن ما كلهاش ليه بقى عمنا نيوتن؟ لأن نيوتن حظه كان قاعد جنب شجرة تفاح، شجرة التفاح دي من النوع اللي بينزل تفاح طعمه ماسك مش مسكر، محدش بياكله. فنيوتن مسك التفاحة وقعد يبص لها وقال يا ربي هي التفاحة دي ليه نزلت عليا وما طلعتش في السماء؟ ومن هنا جات عند عمنا نيوتن فكرة الجاذبية الأرضية. طب هو ايه علاقة الجاذبية الأرضية بالتجاعيد يا دكتور محمود؟ انت بتهري في اي كلام ولا ايه؟ يا جماعة لا، موضوع الجاذبية الأرضية اللي اكتشفها نيوتن دي بينت لنا احنا كجراحين تجميل سر من أسرار ظهور التجاعيد في الوش. شكلك بتهري يا دكتور محمود. يا جماعة مش بهري بجد، تعالى اضرب لكم مثل. نيجي على وشنا مثلا، وشنا ده بيتكون من جلد وبيتكون من طبقات دهنية أو كمية دهون موجودة في وشنا ومتوزعة بتوزيع هندسي دقيق. كل مجموعة دهون موجودة في مكانها ومتحوطة بمجموعة من الأربطة عشان تفضل ثابتة في مكانها. مع تقدم العمر الأربطة دي بتبدأ إنها تضعف، ولما تضعف الدهون بدل ما هي موجودة في مكانها بتبدأ إنها تنزل لتحت مش بتطلع لفوق. افتكرتوا كلام عم نيوتن؟ فبالتالي ده بيغير تضاريس الوجه، من بعد ما كان مثلث قاعدته لفوق بتبقى مثلث قاعدته لتحت، لان الدهون بتسقط تحت بفعل الجاذبيه فتكون ما يسمى بالجو لاين اللي احنا عارفينه، فبالتالي يبان علامات تقدم السن على الوجه. قيس على كده اللي بيحصل في الثدي عند السيدات. في الثدي عند السيدات برضه مع تقدم العمر الأربطة اللي بتبقى ماسكة الثدي في مكانها بتضعف، وبالتالي الثدي بفعل الجاذبية الأرضية بيبدأ ينزل تحت فيزيد الترهل. برضه يحصل الترهل في البطن بنفس الطريقة وفي الفخذين بنفس الطريقة. عشان كده عايز أقول لكم حل سحري قوي جدا لعلاج التجاعيد وعلاج الترهلات اللي ممكن تحصل لنا مع تقدم السن. الحاجه دي ان احنا ممكن نطلع على القمر، نعيش على القمر. لما تعيش على القمر لا في جاذبيه فمش هيحصل ترهل ولا تجاعيد، وفي نفس الوقت هتريح بالك من الدوشه والصداع اللي موجود على الارض. وبكده نكون ضربنا عصفورين بحجر واحد، ريحنا دماغنا وشدينا جلدنا والترهلات اللي موجوده عندنا بدون جراحه.